السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مي من قناه ميوش ايه. النهارده تكمله لفيديو اللي هو روتيني الصباحي في الشتاء. تمام، ده بقى روتيني المسائي في الشتاء، يختلف خالص. جه بالليل حطينا بقى الكريمات بتاعتنا الصبح اللي احنا قلناها في الاول خالص، والغسولات بقى وكل الحاجات دي، وهحط لكم برده اللينك بتاع الصباحي في صندوق الوصف. بالليل جه انا محضره لكم 3 حاجات بستخدمهم بالليل، بس مش بستخدمهم كل يوم، بستخدمهم مرتين الى 3 مرات في الاسبوع. تمام، بالليل جه خلاص بقى بستخدم غارنيه ده لتفتيح البشره. في بنات ما نسيبهمش غارنيه اللي هو ده اللي هو لايت، انا ناسبني بس حبيته جدا، بس ما ناسبنيش خالص الكريم بتاعه سبب لي احمرار في الوجه وهو بالليمون، فما حبيتهوش. فبقيت بجيب الغسول بغسل وشي وبيفتح برضو مع الاستمرار. بعد ما اغسل وشي بيه بجيب اوضتي، بستخدم اللي هو قناع كده، بس هو اصلا صنفره، يعني هو بينشف على البشره. هو بعشبة النيم. هو ريحته شويه اعشاب او شويه اعشاب، هو بالنيم والكركم. ده بتحطيه على بشرتك كلها، بس طبعا بتحطيش حوالين العين لان العين اصلا الجلد حساس كده وطري، فما ينفعش تقعدي تدعكي فيه. فبحطه مثلا على الجبهه، على الخدود، على الدقن، على الرقبه، وينشف شويه لونه بيتغير. فبعمل صنفره وبغسل وشي، وبعد ما اغسل وشي بنشفه وبحط قناع. ده قناع بيتقشر، يعني زي كده ايه، زي اللي هو الاستك كده بيتشال، يعني خلصتي بيتشال كده من على البشره. ده باللوز والخيار، ريحته الغلبة خيار. ده تاني مرة اجيبه، كنت جايبة العلبة الصغيرة كنت بجربه عجبني فجبت الكبير. ده تقريبا كان سعره حاجة و30 32 حاجة كده، لكن الصغير ممكن عشان لو انتي مثلا مش عارفاه جربيه هتلاقيه مثلا ايه ب15 ب12 ب20 في الرينج ده. فده بحبه جدا جدا جدا، وبيشد البشرة وبيجدد وبيخليها او بيزيل الشوائب ويجدد حيويتها. بعد بقى ما اخلص كل ده حسيت كده ان بشرتي عايزاها تبقى طريه شويه، فيها حيويه شويه، فبستخدم الماسك ده. هو ماسك منعش من ايفون. كنت جايباه في مشترياتي، ده لبنات بالورد والنعناع والكاموميل. ده هو زي شفاف، بتسيبيه من 5 إلى 20 دقيقه وتغسليه. ريحته ورد كده حلوه، ونعناع شويه، في سنه نعناع كده في ريحته. هو بيخلي البشره طريه، عارفه لما بشرتك كده تكون ناشفه كده ومشدوده، ده بيخليها كده تطرى وتبقى ملمسها طري كده. فبيعجبني قوي في ملمس وشي لما احط الماسك دوت، حلو جدا جدا جدا. انصحكم برضو انتوا تجربوه. بعد بقى ما اخلص الماسك ده كله، خلصت الماسكات بتاعتي والصنفره وكل حاجه، بحط اللي هو التونر ده ماء منظف مناسب لكل انواع البشره، حبيته جدا. بستخدمه مع قطنه بسيطه عشان بس اتاكد ان بشرتي نظيفه قبل ما احط الترطيب. وانا دلوقتي بقول لكم نخبه المرطبات والمنتجات اللي انا بستخدمها. هبدا بقى دلوقتي في الترطيب بقى والمنتجات اللي بستخدمها للترطيب وكل ده. لو عندي حبوب بستخدم هو ده عامل زي سقسقه كده، بتحطيه على الحبه وتنتزعي شويه. هو ريحته هو طبي اصلا، تقريبا سعره كان 20 حاجه كده بسيطه. كان حلو جدا. هو ريحته كده زي معقمات كده، بتحطيه على الحبوب على الحبه، بس لو عندك حبه في بشرتك بتحطيه. انا من رايي ان هو افضل حاجه جربتها للحبوب. لو عندي حبه واحده بحطه، وتاني يوم برضو بحطه، في يومين بتتشال خالص ومش بتسيب علامه. انصحكم بيه، جربوه، بس طبعا استشيروا طبيب الجلديه بتاعكم عشان ممكن ما يناسبش بشرتكم، او استشيروا الصيدلي. بعد ما احس ان المفعول بتاع الحبوب راح، برطب بشرتي اللي هو زي بتاع الصبح، اللي هو ده اللي هو الكريم المرطب بتاعكم، وحاطه عليه كبسولتين فيتامين اي وميه ورد.
ده ناسبني جدا، حبيته جدا. ترطيبه عالي بالليل بالذات، فانا بستخدمه بالليل والصبح لان بشرتي في الشتاء بتبقى جافه. وما ننساش طبعا ترطيب العين بالذات بالليل، فبستخدم دوت برضو اللي هو بتاع الصبح. لو انت يعني ما عندكيش هالات برضو عايزه تستخدمي حاجه برضو كترطيب، غرنيل برضو اللي كنت قايله عليه صباحا، اللي هو دوت موجود في كارفور حتى. تمام، ده برضو حلو جدا عشان بس بيشيل الهالات. واكيد مش هنسى ترطيب شفايفي، فجايبه لكم فازلين، وجايبه لكم بالمرز، وجايبه لكم لابيلو. كان عندي اماندا وايفا تقريبا بس ما حبيتهمش، هما دول الحلوين كده يعني اللي يناسبوني وبيرطبوا كمان في الشتاء عادي. بحط ايه؟ بحط فازلين شويه كده لو انا عامله سكراب لبشرتي ومش حاسه ان في قشره على الشفايف، بستخدم لابيلو. لابيلو كمان بتسيب كده ايه لون على البشره. تمام، لو انا حاسه ان انا محتاجه ترطيب عشان حاسه ان في قشر ومش عامله سكراب، بستخدم بالمرز. يعني بالمرز ترطيبه برضو جميل جدا. بحط فازلين بايزي كده، وبعد كده بحط بالمرز او لابيلو. وبعد كده ما بنساش طبعا تتقيل حواجبي، لان انا في العادي حواجبي خفيفه، فبحط زيت خروه. دي كده زي كانت بتاعه روج، وانا غسلتها ونضفتها يعني كانت صعبه جدا، وحطيت فيها زيت خروه. هي دي فرشه بتاعت مسكره قديمه، غسلتها كويس وعقمتها وحطيتها هنا. فبحط كل يوم على حواجبي ورموشي اللي فوق واللي تحت. ودلوقتي هرطب الجسم، او بمعنى اصح في الشتاء بالذات يعني من الايد، زي ما قلت لكم برضو في الجزء الاول، من الايد لحد الكوع او الكتف، وبرضو رجليكي. تمام، فانا بستخدم دوت. هو حاليا ده اللي بستخدمه وحبيته جدا عشان ريحته كمان خفيفه، وكنت قايله لكم عليه في الجزء الاول. هو ترطيبه حلو زي ما قلت لكم، كنت عملت كل ده في الجزء الاول. حلو جدا، انصحكم بيه لو انتوا بتحبوا ترطيب تاني، بس اهم حاجه ما تنسوش الترطيب، ترطيب كل يوم بالذات في الشتاء. وبعد كده ايدي بستخدم اول حاجه ايفون كير اللي هو دوت. ده فيه ايه بقى؟ هقول لكم ثواني اخده. ده للايد والاظافر والبشره المتصلبه حوالين الاظافر، يدوم 24 ساعه بزيت الارجانيك والجليسرين وفيتامين ه. شفتوا كل ده في حاجه واحده. هو ريحته زيت ارجانيك، اللي عنده زيت ارجانيك هيعرف ريحته. هو اول حاجه ايه؟ بتحطوه على ايديكوا شويه كده وتدعكوا ايديكوا، هتلاقوه بيقشر بينعم وبيفتح بيطري بالذات حوالين الضوافر. لو انت مثلا عايزه تعملي باديكير ومش عايزه تحطي ايدك في ميه بقى وكده عشان ضوافرك ما تبوظش، تحطي دوت كده على الضفر، تاخدي وتحطي على الضفر، هتلاقي بعد شويه كده بعد كام دقيقه الحته دي بتطرى. فبجد حبيته جدا، وبحطه كل يوم بالليل. بعد كده عشان بقى ايه ده بيتشال لما اجي اقشره كده، فبحط برضو من ايفون كير. ده بقى ايه فيه ايه؟ ده بس ده جميل جدا برضو. هما منزلين مجموعه كده للايد والضوافر والحاجات. ده بقى لبشره الايد برضو والضوافر بالجليسرين والكالسيوم وفيتامين ه. ده بقى فيه كالسيوم، تمام، بيجدد وبيرطب البشره والكلام ده كله. حلو جدا، عجبني جدا. كنت واخداه في راس السنه، مش شايفين راس السنه كده وحاجات حلو جدا وفيهم كاو. لا بجد جميل جدا. هو 100 مللي، عجبني جدا. هي كل منتجات كير على فكره جميله. واخر حاجه منساش الرجل خالص يعني خالص. فجايبه 3 حاجات، وفي حاجه كده هتبقى مختلفه. جايبه كريم جليسوليد، وجايبه كريم اللي هو ترطيب ده كريم مرطب لبشره الاقدام، ده برضو من ايفون. وجايبه غرنيه تفتيح البشره، تفتيح بشره الوجه. ده بتاع تفتيح بشره الوجه عشان ما نسبنيش، فخليته تحيلت كده وخليته لترطيب بشره الرجل عادي. يعني مش هستخدمه تاني ومش هحطه على بشرتي عشان ما يأذيهاش، فاستخدمه في حاجه تانية. ففي رجلي تقريبا تمام، يعني هو حلو في رجلي فتحها شويه. اول حاجه بقى كريم جليسوليد، ده
هتكلم على كله، بس اتكلم اول حاجه على كريم جلوسيد. ده كنت جايباه في اول مشترياتي زمان خالص وما كانش عاجبني، فمنى مصطفى كلمتني وقالت لي لا هو حلو جدا، بس هو ما عجبنيش علشان تقيل. وفي بنوته كمان تانية كلمتني قالت لي حطي عليه ليمون، عصره ليمون. ده الحجم الكبير على فكره، انا الحجم الصغير خلصته فجبت الحجم الكبير وبخلصه. حطيت عليه عصره ليمون، حطيت عليه ليمونه كامله. لا خطير يعني ممكن احطه وقلب الشراب هصحى الاقي يعني رجليا طريه كده ورطبه وتحفه تحفه، مش قادره اقول لكم يعني جميل جدا. او مثلا حاسه ان رجلي مش محتاجه ترطيب مكثف قوي او تقيل قوي، بستخدم اللي هو كريم، هو ده خفيف شويه، ده بالرمان والشوكولاته. كنت جايباه برضو في مشترياتي لبشره الاقدام بريحه الرمان والشوكولاته، ويترك البشره نظيفه ايه او مرطبه. فجعني. هو حلو جدا خفيف وبرضو كل ما احط كريم بلبس الشراب بتاعي، هو ده تمام. وبقى قبل ما احط كريم احط كل يوم ده عشان عايزه اخلصه، عشان متضايقه منه، عشان خلى بشرتي كده حمراء. فهو طبعا خلص، بس انا يعني قلت اوريهولكم. هو خلص وريحته ليمون فظيعه، فهو خلى بشرتي كده حمراء وسخنه ومش قادره، يعني حاسه ان بشرتي فيها جوه نار كده، فما حبيتوش خالص. فهو فتح لي شويه رجليا، ممكن اجيبه بس عشان رجليا، بس مش مهم. انا عندي كريم جلوسريت بحط عليه ليمون، فده مش مهم خالص اصلا. خلاص كده، خلاص كده مفيش حاجه تانية. بحب في اخر الفيديو اشكركم جدا 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 على المشاهده والكومنتات الجميله واللايكات والاشتراكات والفولو والاد، كل حاجه. يا رب تكونوا استفدتوا. لو استفدتوا اكتبوا لي تحت استفدنا، تمام. اي بنوته تسال عن منتج لبشرتها تقول لي، وانا على طول اكيد هجاوبها، لان بشوف كل الكومنتات وهجاوبها على طول. عايزه تسالني مثلا عن منتج سعره، هحاول اقول لها لو كنت متذكره، تمام. وهقول لك كمان على اماكن البيع. هي يعني ممكن المنتجات معظمها في كارفور، فتح الله، ما عدا بس حاجات ايفون. لو عندك بنوته بتجيب لك حاجات ايفون. وكمان هحط لكم اللينك تحت الجروب اللي انا بجيب منه منتجات ايفون، هحطه لكم تحت في صندوق الوصف. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا واستمتعتوا واتبسطتوا. ان شاء الله يتقال فيديو جديد، وباي باي يا بنات، مع السلامه.